طبعا مباراة الاهلي والسيراميكا، وسبحان ان النادي الاهلي كسب النهارده، لان انا كواحد اهلاوي اقسم بالله العظيم النادي الاهلي لو كان طلع متعادل من المباراة كنت هبقى مرضي وزي الفل ومية مية، لان النادي الاهلي كله وحش النهارده، مفيش لاعب كويس، الفرقة كلها اوف داي ما عدا طبعا محمد الشناوي وما عدا كريم فؤاد عشان نديهم حقهم. النهارده الشناوي شال واحدة من احمد القندوسي في الشوط الاولاني، تعامل معاها بشكل كويس جدا. الشوط الثاني شال هدف مؤكد وانفراد لاحمد القندوسي كان هيخلص المباراه لصالح سيراميكا كليوباترا بشكل كبير جدا. فالنهارده الشناوي كان كويس في المباراه. النهارده كريم فؤاد نزل في الشوط الثاني اخر تلت ساعه عمل نشاط وحيويه ناحيه اليمين، اقسم بالله العظيم احمد عبد القادر ما عملش ربعهم في الماتشين ثلاثه اللي فاتوا. فطبعا الاثنين دول لازم نديهم حقهم النهارده في المباراه، الاثنين دول احسن لعيبه النادي الاهلي في المباراه النهارده قدام سيراميكا. الفرقه كلها بلا استثناء، الفرقه كلها سيئه، الفرقه كلها وحشه، الفرقه كلها تحس ان هي واقعه بدني، الفرقه كلها تحس ان هي تعبانه، الفرقه كلها تحس ان هي همدانه، مش قادرين يجروا، مش قادرين يشتركوا، لان تقريبا كل الالتحامات كل الاشتراكات كل الثنائيات كانت لمصلحه سيراميكا. فطبعا النادي الاهلي سبحان اللي ربنا خلاه يخرج النهارده قدام سيراميكا كسبان الثلاث نقاط. لما نتكلم بقى على نص الملعب، نص الملعب هو اكتر حاجه مبينه النادي الاهلي وحش قوي جدا النهارده، لان هو رمانه الميزان، هو اللي عامل توازن بين الدفاع وبين الهجوم. فنص الملعب بتاعك لما يبقى وحش يكشف لك او الدفاع بتاعك ان هو سيء، ويكشف لك او الهجوم بتاعك ان هو تقريبا ما جاش المباراه. فطبعا نص الملعب هي اكبر مشكله للنادي الاهلي النهارده قدام سيراميكا. وزي ما قلت لكم حاسس ان الفرقه كلها همدانه، وباين جدا على الو ديانج، باين جدا على مروان عطيه، باين جدا على امام عاشور النهارده التعب الارهاق، ان هم مش في حالتهم البدنيه. فرصه الاخطر بتاعه ايبوكا في الشوط الاولاني، في نهايه الشوط الاولاني اللي ربنا طبعا سطرها على النادي الاهلي. في الكره دي هتلاقي امام عاشور بيقول لمروان عطيه سيبها انا هاخدها، فطبعا مروان عطيه ما سابهاش وراح خدها من قدام امام عاشور، فطبعا تولت منه اتقطعت. تبص بقى على امام عاشور في الكره دي هتلاقيه بدل ما يرجع بدل ما يرد في الكره دي باقصى سرعه تلاقيه واقف بيلوم مروان عطيه ان هو ما سابلوش الكوره والكوره اتقطعت منه. فطبعا امام عاشور في الكوره دي لازم تلوم عليه، لازم تنتقده بشكل كبير، لان في الوقت دوت مش وقت لوم. الكوره هدف مؤكد و2 على 1 لصالح سيراميكا كليوباترا، ومفيش غير طبعا اكرم توفيق هو اللي بيدافع في الكوره دي. مفيش لوم، انت لازم ترجع باقصى سرعه عشان تحاول تنقذ هدف مؤكد وفرصه خطيره جدا للسيراميكا في نهايه الشوط الاولاني كانت هتكلف النادي الاهلي كتير جدا في الشوط الثاني. لما نتكلم بقى على طاهر محمد طاهر من الماتش اللي فات بصراحه بتاع المقاولين بيحاول بيجتهد، بيحاول يقول انا موجود اهو، بيشترك بيلتحم، بيحاول ان هو يخش في كل كوره ويعمل اي حاجه حتى لو امكانياته مش مساعداه، ولكن بيحاول بيجتهد، دوت حاجه تقدرها فيه قوي. بيرسي تاو النهارده بيتحرك كويس جدا في مركز المهاجم، بيتحرك كويس جدا في دار المدافعين، ولكن مش حتته، مش مكانه، مش بتاعته. جات له فرصه في الشوط الاولاني كان ممكن لو اي مهاجم تاني عنده بس 20% مميز في ضربات الراس الكره دي كانت هدف مؤكد للنادي الاهلي في الشوط الاولاني. لما نتكلم بقى على احمد عبد القادر بصراحه الكلام عليه مضيعه للوقت. يعني انت في لعيبه زي احمد عبد القادر او نوعيه احمد عبد القادر زيها كده زي طبعا صالح جمعه، هما الاثنين تيبيكال من بعض، مهما تتكلم عليه مهما تنتقده كلام مش هيجيب معاهم اي 30 لازمه، لان هو حتى مش عاوز يساعد نفسه، لان طبعا هو عارف ان هو وحش وان هو زي الزفت، وهو حتى مش عاوز يساعد نفسه في كل كوره، حتى عاوز يشتغل فردي، عاوز يصعبها على نفسه. طب انت الكوره مش ماشيه معاك وانت مش في حالتك البدنيه الكبيره ولا مستواك الفني الكبير، سهلها على نفسك. كل كره تجيلك حاول ان انت على الاقل تطلع باص صح، ما تعملش ميس باص كتير. لا احمد عبد القادر مش عاوز يعمل كده. احمد عبد القادر طبعا كل كره بتجيله عاوز يشتغل 1 على 1، عاوز يزق الكره وسط 3، فتقريبا كل كره بتتقطع منه، تقريبا كل هجمه بتيجي عند احمد عبد القادر بتبقى الهجمه خلصت اول ما احمد عبد القادر يفكر يستلم الكره. فاحمد عبد القادر حتى مصعبها على نفسه قوي ومش عاوز يساعد نفسه في الفرص اللي بياخدها او اللي بيديها له كولر الفتره اللي فاتت
فاتت بدايتها من مباراه سان داونز ومباراه المقاولين بيديله اساسي، والنهارده بيديله اساسي قدام سيراميكا كليوباترا، وهو حتى مش عاوز يستغل الفرصه، مش عاوز يساعد نفسه، مصعبها على نفسه بشكل كبير جدا. لما نتكلم بقى في الشوط الاولاني، طبعا النادي الاهلي طلع من الشوط الاولاني كسبان 1-0. في الشوط الثاني نفس الكلام بتاع سيراميكا كليوباترا، بادئ من بدايه الشوط الثاني ضغط عالي جدا، بيهاجم النادي الاهلي، مقفل عليه المساحات بشكل كبير جدا وعامل خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي، ومهاجم النادي الاهلي من بدايه الشوط الثاني. يجي بقى عم ياسر ابراهيم، لازم نقف شويه بقى عند ياسر ابراهيم، لان انا لو مهاجم اقسم بالله العظيم هروح لياسر ابراهيم اترمه في حضنه واقول له ابوس ايديك امسكني، لان ياسر ابراهيم المدافع اللي بيتمناه اي مهاجم في الدنيا. لان انت لما تبص على الهدف بتاع احمد القندوسي النهارده في الشوط الثاني هتلاقيه تيبيكال كوبي بيست من هدف مصطفى محمد اللي جابه في النادي الاهلي، اللي الكره طبعا طلع استلم بصدره في ال 18 ونزل ولف وحط الكوره برجليه الشمال، كل دوت وياسر ابراهيم بيتفرج عليه. النهارده لما تتفرج على نفس احمد القندوسي هتلاقيه احمد القندوسي بيستلم بظهره في ال 18 ولف وشاط دوت ياسر ابراهيم، حتى ما فكرش ان هو يضغط عليه، حتى ما فكرش ان هو يمد رجله وهو بيسدد. ياسر ابراهيم ساب احمد القندوسي يستلم براحته جدا في ال 18 بظهره ولف وشاط، وياسر ابراهيم واقف يتفرج عليه. فانا اقسم بالله العظيم انا لو مهاجم اتمنى مدافع زي ياسر ابراهيم هو اللي يمسكني، هو اللي يلعب عليا طوال المباراه، لانه مدافع لقطه لاي مهاجم في الدنيا. لما نيجي بقى نتكلم على التغييرات اللي عملها كولر النهارده في الشوط الثاني، طبعا من بدايه الشوط الثاني راح مطلع مروان عطيه، لان مروان عطيه وحش جدا طوال الشوط الاولاني وعامل كوارث في نص الملعب، واخرها طبعا الهجمه اللي اتكلمنا عليها بتاعه اوبوكا في نهايه الشوط الاولاني، وكمان عنده انذار. فمروان عطيه طبعا 100% كان لازم يطلع. وكمان من بدايه الشوط الثاني ف 10/10 التغيير بتاع مروان عطيه في بدايه الشوط الثاني ونزول كوكا طبعا من كولر. لما نيجي نتكلم بقى على التغييرات الثانيه اللي هي الهدف بعد الهدف بتاع احمد القندوسي، هو طلع امام عاشور، لان امام عاشور وحش جدا النهارده. امام عاشور باين جدا ان هو تعبان مجهد، مش في حالته البدنيه ولا الفنيه بشكل كبير جدا النهارده، وده باين في الشوط الاولاني. طلع امام عاشور وطلع طبعا بيرسي تاو، وراح مطلع احمد عبد القادر، وراح منزل قفشه، ونزل طبعا حسين الشحات وكريم فؤاد. بصراحه لما نزل طبعا طاهر محمد طاهر ولعبه في الحته اللي قدام ونزل كريم فؤاد ناحيه اليمين 10/10. ليه؟ لان طبعا كريم فؤاد نزل عمل نشاط كبير جدا وحيويه ناحيه اليمين افضل من طاهر من محمد طاهر، وكمان هو اللي عمل الاسيست بتاع قفشه. وطبعا بيرسي تاو كان بيأدي بشكل كويس نسبيا في الشوط الاولاني، ولكن طاهر كان افضل منه نسبيا في الشوط الاولاني. وطاهر كمان اللي بيخلي كولر يعتمد عليه او بيكمل معاه لغايه نهايه المباراه ان هو قوي جدا بدنيا، اللي هو تقريبا من اكتر لعيبه النادي الاهلي واقف على رجليه، لياقته البدنيه كويسه، طبعا اللي بيخلي كولر يعتمد عليه حتى لو في نهايه المباراه. فطبعا راح مخلي طاهر هو اللي يلعب مهاجم، ونزل قفشه في نص الملعب مكان امام عاشور، وطبعا حسين الشحات بيلعب مكانه او حتته ناحيه الشمال. النادي الاهلي بدا يتظبط شويه، بدا يمسك كوره شويه، لان قفشه من اللعيبه اللي تمسكك الكوره في نص الملعب. لو انت عاوز تمسك كوره او تستحوذ اكتر في نص الملعب، حسين الشحات نزل اجتهد شويه، اشتغل شويه، لكن اكتر واحد طبعا فرق مع النادي الاهلي هو تغيير كريم فؤاد في الشوط الثاني. زي ما قلنا نزل عمل اضافه كبيره جدا ناحيه اليمين، وكمان عمل الاسيست بتاع قفشه. بعد كده بقى لما خلاص الامور اتأزمت لغايه الدقيقه 85، وانا اعتقد ان كولر ما كانش ناوي ان هو ينزل موديست، ولكن النتيجه 1-1 وهو ما عندوش غيره مهاجم على الدكه والدقيقه 85، فلازم طبعا ننزل موديست حتى لو مش مقتنع بيه، حتى لو لياقته البدنيه مش موجوده، حتى لو هينزل يعمل الشويتين اللي مش فاهمين اساسا او جماهير النادي الاهلي مش فاهماهم في الشوط الثاني. هل دوت لعيب كويس؟ هل ده لعيب اوروبي؟ هل ده لعيب عالمي بالشكل دوت بالمستوى دوت بالاداء اللي بيقدمه مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه؟ ولكن انا ما عنديش غيره على الدكه، فلازم. وده اللي عمله كولر في اخر 5 دقائق، ونزل موديست مكان اكرم توفيق، لان تقريبا خلاص فرقه سيراميكا هي مقتنعه وراضيه جدا بالتعادل قدام النادي الاهلي، وطبعا ما بتهاجمش النادي الاهلي. وده خلى كولر ان هو يطلع اكرم توفيق وينزل موديست. وطبعا النادي الاهلي ربنا
كرمه كالعاده في الدقيقه بلس 90 ان هو يجيب الهدف بتاع قفشه والعرضيه المميزه جدا من كريم فؤاد. فطبعا الحمد لله النادي الاهلي النهارده خرج من قدام سيراميكا بالثلاث نقاط، 3 نقاط مهمين جدا في مشوار الدوري قدام فرقه محترمه جدا جدا النهارده قدام سيراميكا، وعندها مدرب محترم على اعلى مستوى اسمه ايمن الرمادي. فطبعا 3 نقاط مهمين جدا ربنا كرم بيهم النادي الاهلي النهارده قدام سيراميكا، مع ان الفرقه كلها وحشه جدا النهارده ما عدا طبعا زي ما قلنا الشناوي وكريم فؤاد، ولكن دي اهم ميزه النهارده خرج بيها النادي الاهلي، ان انت في عز ما انت وحش في عز ما انت سيء تقدر ان انت تاخد ال3 نقاط. فالحمد لله على ال3 نقاط النهارده قدام سيراميكا كليوباترا. وان شاء الله بقى النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وكولر يحاولوا بقى يراجعوا نفسيهم في الاخطاء الكتير جدا، وخصوصا طبعا اللياقه البدنيه اللي باين جدا التعب والارهاق على النادي الاهلي بسبب ضغط المباريات والسفر كتير الفتره اللي فاتت، وكمان طبعا بسبب عدم استغلال الفرص وعدم طبعا احراز اهداف، لان ده طبعا من اهم الاسباب اللي خلتنا نخسر بطولة دوري السوبر الافريقي قدام فرقة محترمة جدا جدا زي صن داونز. اتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، اتمنى يا رب يكون كلام في الكورة عجبكم، اتمنى يا رب ان انتم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.